طول عمري بسمع عن جمال الجونة وجمال بحر الجونة، فقررت في اجازة العيد ده بقى ان انا اروح اشوف الجمال ده بنفسي. وفعلا طلع البحر هناك خطير. هو اي نعم حوار سمكة القرش دي كانت منكدة علينا شوية كده في الاول، وكان عندنا رهبة ان احنا ننزل البحر، بس كسرنا حاجز الخوف ده ونزلنا وسبناها على الله، لان ده بحر معروف ان هو عالم كامل فيه جميع انواع واشكال الاسماك، فالموضوع كله مش بيكون اكتر من قدر يعني ونصيب. واللي برضو خايف ينزل ومش حابب موضوع البحر ده، شايفين اللاجون اللي قدامكم ده موفنبيك الجونة عامله، بيكون بحر مالح عادي جدا، يعني هم مركبين مواسير من البحر موصله للاجون ده بميه مالحه، وهو غويط جدا تقريبا 3 متر، فهتحسوا كانكم في البحر بالظبط. بدات رحلتي بقى ان انا طلبت جوري ليموزين ان هم ييجوا ياخدوني، بيوصلوني اي حته دايما جوه مصر، ولو مسافره بره مصر هم برضو اللي بيوصلوني المطار. اسعارهم حلوه جدا وعربياتهم نظيفه، والاهم من كل ده ان هم ملتزمين في مواعيدهم على ساعتكم بالظبط. وصلنا الجونه بدري، وكنت طبعا مبلغه الاوتيل ان انا محتاجه اعمل ايرلي تشيك ان عشان هوصل بدري، وهم قالوا لي حسب الامكانيه لما توصل. سالت اصحابي كتير ايه احسن اوتيل في الجونه، وقالوا لي ان موفنبيك من احسن الاوتيلات اللي موجوده في الجونه، فقلت اجربه. اول ما بندخل بيكون الفيو زي ما انتم شايفين خطير كده. استلمنا الكروت بتاعه السويت بتاعنا، بعدين خدنا جولف كار ووصلتنا لحد السويت. خليني بقى افرجكم على جمال السويت، وبصوا بجد كانوا كيوت، حاطين صورتي انا والبنات ازاي. وطبعا كنت واخداه سي فيو. انا بموت يا جماعه في البحر، بحب البحر حب غير عادي. اخدت بقى اول انكلوسيف، وطول ما انا قاعده على البحر عماله اشرب واكل اشرب واكل، لما خلاص بقيت هنفجر. حقيقي موضوع الاول انكلوسيف ده بيخلي الواحد دبه متحركه. وعايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان انا جربت هناك البيتزا بتاعتهم خطيره، وعلى البحر ليها طعم تاني خالص. انا عامه يا جماعه القعده على البحر كده وصوت الامواج دي بتوديني في حته تانية بعيد خالص. وطبعا اللي حابب ينزل السويمنج بول مش عايز ينزل البحر خالص، هتلاقوا بول كبير جدا. وطبعا انا مش محتاجه اتكلم على اكل الموفنبيك لانه في اي مكان هو خطير. اوتيلات عامه الموفنبيك فعلا اكلها حلو جدا جدا جدا. وبرده نوع من التغيير رحت جربت مطعم الصيادين بتاع السي فود اللي موجود في الموفنبيك، وبرده الاكل عجبني جدا وكانت تجربه لذيذه قوي. بس ده طبعا بيكون حاجه غير الاول انكلوسيف، يعني بتدفعوا فلوسها. كمان رحت جربت مطعم ام كلثوم، ده اكل اورينتال كده خطير. الحمام كان وهمي، والكوارع كانت حلوه جدا، الملوخيه كانت مش طبيعيه، والمشويات برده كانت لذيذه، والاستاف هناك يا جماعه لذيذ بشكل مش طبيعي، دايما مبتسمين في وشكم كده، ودي حاجه بتفرق معايا جدا. وبالليل بقى بنروح المسرح نتفرج على الشو اللي هو بيكونوا عاملينه فيه طبعا مراجيح للاولاد، ولو زهقنا بقى بناخد توك توك كده ونروح الداون تاون بتاع الجونه، بنتمشى فيه ناكل حاجه كده يعني، او ممكن كمان ندخل سينما. في سينما بتكون جنب الاوتيل على طول، وما تستغربوش من موضوع التوك توك ده، عادي هي وسيله مواصلات هناك زي التاكسي بالظبط. بس كده حبيت احكي لكم عن رحلتي في الجونه، بس عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا هي اساسيه للهاني مونرز، والنايت لايف فيها هو اكتر، يعني الناس اللي بتحب السهر بالليل وكده، والناس اللي بتعشق البحر. هي نايت لايف وبحر وهدوء وبس، يعني هدوءها كانكم بالظبط في اوروبا بالليل. وبالنسبه للجو هو بيكون حر جدا الصبح لحد الساعه 5 بالظبط بيبتدي يكون خطير. وبالنسبه للاسعار بتكون على حسب عددكم، على حسب الوقت اللي انتوا رايحينه، وعلى حسب انتوا واخدين اول انكلوسيف ولا فطار وعشاء، وعلى حسب طبعا الغرفه ولا سويت ولا الفيو بتاعكم. انا كده خلصت. اكتبوا لي قولوا لي اروح اجرب اوتيلات ايه برضو تكون خطيره واستمتع بيها زي ما استمتعت في موفنبيك الجونه كده. انا كده خلصت. بحبكم قوي قوي، وعايزاكم تقولوا لي في الكومنتس بقى بحر الجونه احلى ولا بحر مرسى مطروح، عشان في ناس كتيره جدا قالت لي عليه. وبرضو قولوا لي على اوتيلات حلوه انزل فيها في مرسى مطروح تكون خطيره. بحبكم قوي قوي. يلا باي باي.